النهاردة هنتكلم عن ملخص أحداث مسلسل اقتحام الحلقة الأولى بناء على طلبكم. بنبدأ نتعرف على زهراء. عندها بنت، هي أرملة، جوزها ميت، بنتها عندها مرض. المرض ده بيصيب 1% بس من الأطفال، نسبة شفائه ضعيفة جدا، بس لو سافرت برا العراق ممكن تعمل عملية وتاخد حقن معينة علشان تصحى وتخف وتشفى خالص من المرض ده. الدواء ده والحقن دي مش موجودة جوه العراق، فلازم تجيبها من برا، والحقن دي غالية جدا. زهراء بتكون متضايقة جدا، باباها دايما اللي واقف معاها. بتكلم صورة جوزها وبتقوله ليه سبتني؟ أنا مش عايزة بنتي تروح لك، أنت قلتلي إنك مش هتعوفني ومع ذلك عفتني. أنا دلوقتي لوحدي مش عارفة أعمل إيه، وبنتك كمان مريضة مش عارفة أعالجها إزاي، العلاج عايز فلوس. زهراء كانت متعصبة وقالت قدام باباها اشمعنى بنتي أنا بس اللي يحصل لها كده، اشمعنى بنتي أنا من دون كل الناس اللي يحصل لها مرض بس 1% اللي بيحصل لهم. باباها حاول يهديها ويصبرها ويقول لها إن ده نصيب وكل حاجة بأمر الله. الناس اللي حواليها كانوا بيدعموها. حاولت إن هي تستلف من ناس كتير، أخدت باباها وراحت علشان تستلف من ناس ما كانتش معاهم فلوس، وخالتها رفضت تساعدها وقالت لها اللي في ناس كتير كانوا عندهم سرطان وكيماوي بياخدوا وماتوا في الآخر، والناس خسروا أولادهم وكمان الفلوس اللي دفعوها في الدواء. كانت نظرتها متشائمة جدا. زهراء قالت إن ده مش سرطان وإن إن شاء الله فيه نسبة شفاء عالية، بس نجيب العلاج ده، والعلاج ده غالي جدا. طلبت منها تساعدها، اتذللت لها هي وباباها، لكن للأسف قالت لهم إن هي مش هتديهم فلوس. خرجوا هما متضايقين، مش عارفين يعملوا إيه، مش عارفين إزاي يجيبوا الفلوس علشان يعالجوا الطفلة الصغيرة، وزهراء خايفة بنتها تروح منها. لحد ما اقترحت عليها واحدة إن هي تتكلم على السوشيال ميديا وتعمل فيديو كده لأصحاب القلوب الرحيمة إن هما يساعدوها. لو كل واحد بس هيدفع دولار واحد هيساعدها وهتلم الفلوس علشان تعالج بنتها. واتفقت فعلا معاها على كده، وطلعت في بس واتكلمت قدام الكل وطلبت منهم فلوس علشان تعالج بنتها من المرض النادر اللي عندها. وقبل ما تعمل كده راحت الوزارة علشان تتكلم مع الوزير علشان يسمح لها بمعالجة البنت برا الدولة، لكن للأسف لقيت ناس كتير جدا مستنيين، ولقيت الوزير كان أصلا بيتكلم مع صحفيين ومكانش عايز حد يقاطعه. في واحدة ست قالت لها إنك لو استنيتي هتستني كتير، وإن هي هنا من بدري وبقالها كتير بتروح وبتيجي عليهم علشان تعالج حد قريبها ومفيش فايدة. فيا ترى إيه اللي ممكن تعمله زهراء؟ هي دلوقتي اتكلمت على السوشيال ميديا قدام الجميع، هل حد فعلا هيساعدها ويديلها الفلوس ولا لأ؟ هل هتلاقي ناس يدفعوا لها ويتبرعوا لها ولا لأ؟ هل هتعرف تنقذ بنتها ولا لأ؟ وإيه قصة الاقتحام؟ هنشوف كل ده في الحلقات الجاية من مسلسل الاقتحام. ده كان ملخص لأحداث الحلقة الأولى على السريع. يا رب الفيديو يكون عجبكم، واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. باي باي.